مباراة جديدة ما بين الأهلي السعودي والهلال السعودي في الدوري السعودي. الأهلي السعودي يتعادل مع الهلال السعودي 3-3 طبعا في الدوري السعودي، في مباراة عالمية، مباراة مثيرة في آخر الدقائق، حاجة أسطورية جدا. افتتح التسجيل، وطبعا الهلال أحسن بكتير من الأهلي في الشوط الأول. الشوط الأول سيطرة هلالية، أهداف وأداء وسيطرة واستحواذ وكل حاجة للهلال. طبعا على ملعب الجوهرة. سجل الهدف الأول عالمي جدا سيو هرنانديز، الظهير الطائر، ظهير عالمي جدا، ظهير أيسر أسطوري بالنسبة للهلال، بيسجل الهدف الأول، هدف عالمي جدا، انطلاقة أسطورية وأسيست أسطوري طبعا من مالكم هدفين وأسيست النهاردة. وعلى طول سيو هرنانديز بيسجل الهدف الأول في شباك مندي، كان هدف عالمي جدا. كفاية بس الانطلاقة والفينشنج عالمي من سيو هرنانديز. الهدف الثاني كان سجله برضو مالكم، عالمي جدا، مالكم عالمي، هدفين واسيست النهارده، اكيد مان اوف ذا ماتش الا وهو مالكم طبعا بيسجل. طبعا الهلال كان خطير جدا في الهجمات المرتده، كان عالمي جدا الهلال في الهجمات المرتده. يعتبر الثلاثه اهداف للهلال هجمات مرتده سريعه، في حاجه عالميه جدا. الهدف الثاني للهلال كان سجله العالمي طبعا مالكم في انطلاقه اسطوريه من داروين نونيز. ده داروين نونيز عالمي جدا، محطه، بينزل يستلم كتير، فمهاجم عالمي جدا، مهاجم برضو كويس للهلال. اسيست اسطوري من داروين نونيز، انطلاقه اسطوريه جدا، سريع، بيعمل اسيست على طول بالقدم اليسرى، بيسجل وان تاتش بالقدم اليسرى مالكم، هدف عالمي جدا. الهدف الثالث بقى كان سجله مالكم برضو، طبعا برضو من هجمه مرتده، سالم الدوسري بيعمل اسيست على طول وان تاتش، بيحطها في الدقيقه كده. العالمي هو مالكم، كان هدف عالمي جدا من مالكم، تسديده وان تاتش كده في الزاويه الضيقه، كان هدف اسطوري وان تاتش. طبعا اللي عمل اسيستات مالكم داروين نونيز، ايضا سالم الدوسري كان مختفي شويه، مش ده سالم الدوسري. مالكم كان عالمي، حسن تومباكتي، مالكم، كوليبالي كانوا عالميين جدا. برضو سالم الدوسري كويس، بيرجع يدافع، من اللعيبه العالميه جدا في الاهلي السعودي. رياض محرز النهارده، رياض محرز عالمي جدا مع الاهلي السعودي، بيعمل اسيستين. 3-0 للهلال السعودي في الدقيقه 77، في الدقيقه 90 كانت 3-3 في مباراه عالميه، مباراه مثيره. شابوه الكره السعوديه، شابوه الفرقتين، افضل مباراه في الدوري السعودي حتى الان، مباراه عالميه جدا. ايفان توني كان مختفي تماما الى حين سجل هدفين. سجل الهدف الاول للاهلي السعودي هو ايفان توني، اسيست عالمي جدا من فراس البريكان طبعا، كان مهاجم كويس جدا، بينزل طبعا سوبر صاب، بيعمل اسيست لايفان توني بيسجل الهدف الاول وان تاتش كده. ياسين بونو ايضا عالمي جدا، صد كتير برضو في اول مباراه من الاهلي السعودي، كان عالمي جدا. ياسين بونو بيطلع على العرضيات فكان كويس. برضو سجل الهدف الثاني اللي هو العالمي ايفان توني بالراس، عالمي جدا. برضو اسيست رياض محرز من عرضيه اسطوريه، كره قطريه كده. اللي سجل الهدف الثالث بقى العالمي ديميرال، برضو اسيست عالمي جدا من رياض محرز من كورنر. فطبعا ديميرال بالراس بيسجل. سلاح الاهلي السعودي هو الكرات الثابته او الكرات العرضيه، يعني 3 اهداف الاهلي السعودي كلها من كرات ثابته او كرات عرضيه. رياض محرز اسيستين، كان افضل لاعب في الاهلي السعودي طبعا. وبرضو اسيست لفراس البريكان، هدفين لايفان توني، هدف لديميرال في الدقيقه 91. مباراه عالميه، مباراه مثيره، احسن مباراه في الدوري السعودي. يعني انطلاقه مش احسن حاجه طبعا في الدوري السعودي بالنسبه للهلال السعودي وبرضو بالنسبه للاهلي، لكن الاهلي شيء يحسب طبعا لياسليه ان هو طبعا متاخر 3-0 يرجع 3-3، حاجه اسطوريه جدا من ياسليه مع الاهلي. برضو الهلال السعودي كان بيضيع كتير جدا، تغييرات برضو استعجل فيها شويه انزاجي، زي طبعا لما غير سيو هرنانديز، وايضا لما غير روبي نيفيز، ايضا لما غير طبعا داروين نونيز. كل دول لعيبه كانت تصنع الفارق. داروين نونيز ايضا كان كويس النهارده، فلعيبه عالميه جدا. ايضا مندي صد شويه، ايضا مندي كان كويس، صد كتير. روجر ايبانيز كان كويس جدا. ديميرال عالمي، فطبعا سيو هرنانديز عالمي جدا. الدوري السعودي هو افضل دوري عربي طبعا حاليا. سلام.